ما قبل المواجهة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية بشكله الجديد. ناس كتير شايفة ان الماتش ده نتيجته منتهية وان الماتش ده سهل جدا لباريس سان جيرمان وان باريس سان جيرمان هو بطل كأس العالم للأندية، وناس تانية شايفة ان تشيلسي عنده القدرة انه ممكن يعمل حاجة قدام باريس سان جيرمان. تعالى بقى اقول لك انا رايي في الموضوع ده، بس الاهم طبعا تقول لي رايك تحت في الكومنتات، وتعالى بقى ابرر لك ايه هي وجهة نظري في الموضوع. بس قبل ما نخش على الحلقه ما تنساش تدعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بقى نتكلم براحتنا عن نهائي كاس العالم للانديه. طبعا يا جماعه زي ما قلت لك في المقدمه، ناس كتير شايفه ان الماتش ده سهل جدا لباريس سان جيرمان، وان باريس سان جيرمان يقدر يفوز بمنتهى السهوله بعد الاداء المميز اللي شفناه قدام بايرن، قدام ريال مدريد، قدام الفرق الكبيره، خاصه ان المواجهات الكبيره كانت لباريس سان جيرمان. يمكن تشيلسي ما واجهش خصم بحجم مثلا بايرن ميونخ، بحجم ريال مدريد، فما شفناهوش قدام فرقه كبيره عملت كاس العالم للانديه. انما باريس سان جيرمان كانت تصدماته قويه جدا. ولو اتكلمنا كتير قوي الفتره اللي فاتت عن باريس سان جيرمان وعن نقاط القوه عنده بمنتهى الاختصار. يعني انت عندك طبعا نص ملعب عالمي، محدش يقدر ان هو ياخد منه الكرة بسهولة، ومحدش يقدر ان هو ينافسه بسهولة. عندك خط هجوم يعني كله على اعلى مستوى، سواء على الناحية المهرية، على الناحية الفنية، على الناحية الضغط والقوة، كل حاجة موجودة. لما بيلعبوا واحد على واحد عندهم المهارة يعني خطيرة جدا، سواء كفاراتسخيليا، ديمبلي، دوي، باركولا، كل المهاجمين عند باريس سان جيرمان عندهم القدرة ان هم يلعبوا واحد على واحد. غير ان هم مميزين جدا 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 في الضغط على الخصم، وان هم يسترجعوا الكرة بشكل سريع. غير ان هم هدافين كلهم بيقدروا ان هم يسجلوا من نص فرصة، كمان من ربع فرصة بيقدروا ان هم يسجلوا. عندك خط دفاع مكون من مندش وحكيمي اللي بيعملوا ادوار دفاعيه وهجوميه مميزه جدا، وكل ده اتكلمنا عنه اكتر من مره وقلنا نقاط القوه عند باريس سان جيرمان، سواء فيتينيا، سواء رويز، سواء نيفيز، كل ده اتكلمنا عنه. كمان عوده باتشو لخط الدفاع هتكون عوده قويه لباريس سان جيرمان، وكل ده هيبقى حاجه مميزه جدا وبيدي افضليه كبيره جدا لباريس سان جيرمان. وعلى الورق باريس سان جيرمان هو الاكثر حظوظا انه يفوز بكاس العالم للانديه، وان هو يقدر ان هو ياخد البطوله ويعمل بقى ثنائيه، ويمكن ياخد بقى السباعيه السنه دي مش السداسيه، ان هو ياخد كمان دوري وكاس وسوبر محلي وسوبر اوروبي وكاس عالم للانديه وانتر كونتيننتال وكل البطولات الجميله دي. حلم كبير اكيد لانريكي عايز يعمله، ويقدر ان هو يعمله لو قدر انه يتعامل مع الماتش النهائي قدام تشيلسي بشكل كويس. ليه بقى؟ لان انت لما تيجي نروح بقى لتشيلسي، وهو يمكن ده يكون مربط الحوار النهارده، ان احنا ما اتكلمناش عن تشيلسي بقالنا كتير قوي، ولكن تعالى نتكلم شويه عن تشيلسي وقد ايه هي حظوظه. لو جيت تسالني انا كخالد وبتقول لي طب انت شايف يا خالد ايه حظوظ تشيلسي قدام باريس سان جيرمان، هقول لك انا عندي مفاجاه ليك، واقول لك ان الموضوع بالنسبه لي 50-50. هتقول لي يا راجل بتهزر، اقول لك لا والله بتكلم بجد. الموضوع 50-50 جدا. الفرقه بتاعه تشيلسي يا جماعه لما تيجي تشوف مشوارها في كاس العالم للانديه، هي الفرقه الوحيده تقريبا اللي قدرت بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله ان هي تكسب الفرق البرازيليه وتعمل قدامهم ماتشات قويه جدا. طب وايه المشكله يعني؟ ما دي الفرق البرازيليه يعني في المتناول جدا. هقول لك هي دي الفكره، ان هي في المتناول جدا، وانما معظم الفرق الاوروبيه ما قدرتش ان هي تكسب الفرق البرازيليه وتعمل قدامها ماتش كبير، خاصة بسبب عوامل الجو وبتاع. اللعيبه البرازيليه متعوده على الجو ده ومتعوده على الاجواء دي. تشيلسي قدر انه يتعامل معاه بشكل كويس جدا. في البدايه خسر قدام فلامينجو 3-1، انما بعد كده قدر قدام بالميراس يعمل ماتش كويس، قدام فلامينيزي قدر يعمل ماتش كويس. انت بقى لما تيجي تبص على الناحيه الثانيه، مثلا باريس سان جيرمان لما لاعب بوتافوجو ما قدرش ان هو يكسبه، ده اولا. ثانيا ما قدروش ان هم يتعاملوا معاهم بالشكل اللي احنا شفناه قدام الفرق الاوروبيه والفرق الثانيه. فتشيلسي عنده النمط ده، عنده القدرة دي، قدر ان هو يتكيف مع الاجواء بتاعة البطولة والاجواء بتاعة امريكا، فده برضو بيديهم حظوظ. اكيد لازم نحط ده عامل من العوامل. ده بالنسبة للاجواء بتاعة امريكا وبالاجواء كاس العالم والمكان اللي بتلعب فيه. انما لما تيجي بقى كرويا وتيجي تبص على الفرقة، فعندك طبعا فرقة يعني تقدر ان هي
تجاري لعيبه باريس سان جيرمان خاصه في نص الملعب. ليه؟ هقول لك. لان لازم ماريسكا، ودي النقطه بقى المفصليه، انت ماريسكا طبعا عودنا ان هو بيسيب الكوره وبيلعب على الضغط على المنافس والكلام ده كله، نفس الطريقه تقريبا اللي بيلعب بيها باريس سان جيرمان. ولكن باريس سان جيرمان بيقدر ان هو يسترجع الكوره بشكل سريع جدا، بيقدر ان هو يتعامل بشكل فردي زي ما قلنا بطريقه مميزه جدا. انما لما تيجي تتكلم على تشيلسي، فانت عندك هنا هتبقى النقطه المحوريه وهما الاثنين اللعيبه اللي في نص الملعب. هتقول لي هما مين؟ هقول لك كايسيدو وانزو فرنانديز. الاثنين لعيبه دول هم يعتبر يعني محور ال 50% اللي انا اديتها لتشيلسي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الاثنين لعيبه دول في نص الملعب قادرين ان هم يوقفوا ثلاثي نص ملعب باريس سان جيرمان. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بالمناكفه. هتقول لي ايه؟ انت بتقول ايه؟ هقول لك والله بالمناكفه. اللعيبه دي لعيبه رزله، بتقدر ان هي تضغط ضغط شرس قوي، بتقدر ان هي تعمل التحامات قويه، بتقدر ان هي تعمل كور اللي هو العنف والمضايقه بتاعت لعيبه في نص الملعب. وده اللي اتكلمنا عنه لو تفتكروا في ماتش انتر ميلان في نهائي طبعا دوري الابطال. قلنا لو باريلا قدر ان هو يرخم على فيتينيا وان هو يتعامل معاه بشكل بدني قوي، هيوقف شويه من رتم باريس سان جيرمان. فانت هنا بقى مش عندك لعيب واحد، لا ده انت عندك اتنين، سواء انزو فرنانديز او كايسيدو. الاتنين عندهم القوه البدنيه، عندهم قوه في الالتحامات، عندهم برضو سرعه في استعاده الكوره من الخصم. فعندهم نفس تقريبا المميزات بتاعت لعيبه نص الملعب بتاعت باريس سان جيرمان. يمكن لعيبه باريس سان جيرمان طبعا على مستوى اعلى وعلى سرعه وكفاءه اقوى طبعا اكيد من غير اي فصول خاصه الموسم ده. انما كايسيدو وفرنانديز قادرين ان هم يعملوا ده بشكل كويس جدا، خاصه كمان ان هم لما بيقطعوا الكوره بيقدروا يعملوا تحولات سريعه. وعندك بقى بالمر، عندك نيتو، عندك انكونكو، عندك مجموعه كبيره من اللعيبه اللي بتقدر ان هي تشتغل على التحولات دي، يعني بتقدر ان هي تشتغل بشكل سريع. كمان انضمام جواو بيدرو يعني حاجه مميزه جدا، واكيد هيكون موجود في ماتش زي ده. لاعب بيقدر ان هو ينزل ويستلم ويقدر ان هو يعمل ادوار هجوميه وادوار كمان تعتبر زي في نص الملعب، بيقدر ان هو ينزل لغايه نص الملعب ويستلم كوره ويروح. يا سلام بقى كمان لو تلعب بجواو بيدرو وبالمر الاثنين ونيتو مثلا وقدامهم ديلاب، يبقى انت عندك مهاجم صريح 9 في ال 18، وعندك واحد زي جواو بيدرو تحتيه، وعندك بالمر، وعندك نيتو او انكونكو ايا كان من فيهم. هتبقى بصراحه قويه جدا، هتقدر ان انت تضغط ضغط عالي قوي على لعيبه باريس سان جيرمان، هتقدر ان انت تستحوذ على نص الملعب. وهي دي اهم نقطة نقدر نتكلم عليها، نص الملعب. مين هيفوز بمعركة نص الملعب؟ وهو ده اللي انا قلت لكم 100,000 مرة قبل كده واتكلمنا فيه 100,000 مرة قبل كده. انت عشان تقدر ان انت تتغلب على باريس سان جيرمان لازم تستحوذ على نص الملعب منهم، لازم تقدر ان انت ترخم على لعيبه نص الملعب اللي عندهم، لان لعيبه نص الملعب عندهم على اعلى مستوى بيقدروا ان هم يحركوا الملعب زي ما شفنا في كل الماتشات اللي فاتت، ان هم طول ما محدش قادر ياخد منهم نص الملعب هم مستحوذين، هم مسيطرين، هم ضاغطين، هم كل حاجه. فبالتالي انت ما عندكش حل غير ان انت تستحوذ منهم على نص الملعب. مش معنى كلامي برضو ان انت تستحوذ منهم ان انت الكره تفضل معاك، لا خالص، ان انت تقدر ان انت تضغط عليهم بشكل كويس، تقدر تسترجع منهم الكره بشكل سريع. كل دي حاجات مش لازم الكره تفضل معاك على طول، ولكن دي حاجات مميزه جدا تقدر ان انت تخرج لعيبه نص الملعب بتاعه باريس سان جيرمان من اللعب او من التركيز، او تبتدي ان انت توترهم، فبالتالي هيبتدوا ان هم يغلطوا، فبالتالي هتقدر ان انت تستغل ده بشكل كويس. خاصه ان زي ما قلت لك ان تشيلسي عندهم العوامل الهجوميه اللي تقدر ان هي تستغل ده بشكل قوي جدا، ويقدروا ان هم يشتغلوا عليه بشكل كبير. عندك طبعا على المستوى الدفاعي عندك طبعا جوستو في ناحيه اليمين، او عندك كمان ريس جيمس، وانا افضل في الماتش ده ريس جيمس. هتقولي ليه؟ هقول لك ريس جيمس لو في حالته هو اللعيب الوحيد اللي قادر انه ينافس مندش، ويحط تحت في حالته 100 خط. ليه؟ ريس جيمس واحد من اللعيبه القويه جدا، من اللعيبه السريعه جدا، من اللعيبه اللي بتقدر ان هي تعمل ادوار دفاعيه وتعمل مسانده هجوميه بشكل قوي جدا، نفس الامكانيات اللي عند مندش. وهنا دول لو الاثنين في حالتهم، طبعا مندش حدث ولا حرج، اللاعب بسم الله ما شاء الله عامل موسم استثنائي، ولكن انا بتكلم عن ريس جيمس ليه؟ لانه اللي قادر يوقفه، اللي قادر ان هو يحد من خطورته. ولو ريس جيمس في حالته اعتقد ان هو يقدر يعمل ده بشكل قوي جدا، على عكس اوجوستو اللي لو في افضل حاله ليه اعتقد ان مندش برضو هيقدر ان هو يتغلب عليه بسرعته وقوته. انما ريس جيمس سرعته وقوته تقدر بشكل كبير جدا ان هي تتعامل مع خطوره مندش.
كمان عندك الكرات الطويله لتشيلسي، الكرات الطويله لتشيلسي بيقدروا ان هم يلعبوها بشكل كويس، وشفناها في اكتر من كوره مع ماريسكا. فهنا التحولات اللي هي بالكور الطويله تقدر ان انت تغلب فيها في ظهر بقى اشرف حكيمي، في ظهر مندش، هتقدر ان انت تستغل النقط دي بشكل قوي جدا جدا على باريس سان جيرمان. فعندك كذا حاجه تقدر ان انت تشتغل عليها، الضغط على لعيبه نص الملعب، الكرات الطويله، الاستلام في نص الملعب من ورا لعيبه باريس سان جيرمان. عندك جواو بيدرو زي ما قلنا، بالمر، اللعيبه دي كلها عندها المهاره الفرديه وعندها السرعه والقوه، وعندهم كمان ميزه قويه جدا ان هم بيقدروا ان هم يسددوا من بره ال 18، فهيعملوا خطوره كبيره جدا 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 على خط دفاع وعلى حارس المرمى طبعا دوناروما بالنسبه لباريس سان جيرمان. فعشان كده انا بقول لك ان الماتش بالنسبه لي 50-50. تشيلسي يقدر ان هو يحط باريس سان جيرمان في يعني ايه، في ورطه زي ما بنقول كده في نص الملعب، يقدر من خلالها ان هو يستغل اي اخطاء، اي حركه ما يعني عشوائيه تحصل من لعيبه نص الملعب بتاعه، يقدر ان هو يخطف جون. ويمكن احنا نقول لك لو تشيلسي قدر ان هو يخطف الجون الاولاني هيسبب صعوبه كبيره جدا لباريس سان جيرمان، خاصه ان احنا في معظم الماتشات باريس سان جيرمان لما بيتاخر في النتيجه غالبا ما بيقدرش يرجع. فانت تشيلسي لازم يشتغل على النقطه دي، ان انا اقدر اخطف جون انا الاول، احط باريس سان جيرمان تحت الضغط اكتر بكتير. فهنا باريس سان جيرمان ولاعيبته لما بيتاخروا في النتيجه بيبقى يعني عندهم خوف او رهبه شويه، اللي هو ايه، يمكن لسه عندهم ايه فكره اللي هو يا هنخسر تاني، ممكن تكون لسه موجوده شويه عند بعض اللعيبه في باريس سان جيرمان، فبتسبب لهم توتر كده. فلما لو انت اتقدمت في النتيجه هتصعب كمان المأموريه اكتر. فعشان كده انا زي ما بقول لك ان الموضوع بالنسبه لي 50-50. تشيلسي عنده قوه كتير يقدر يستخدمها، خاصه كمان ان عنده دكه حلوه، عنده دكه مميزه، عنده دكه يقدر يستخدمها ويستفيد منها، خاصه مثلا في نص الملعب زي لافيا. انت لو بدات بكايسيدو وفرنانديز ما بين الشوطين مثلا حسيت ان فيهم واحد مش قادر، او مثلا في الدقيقه 60 في الدقيقه 65 لقيت النتيجه مثلا 0-0 وانت برضو عندك واحد فيهم خستع شويه، تقدر ترمي لافيا، تقدر تسحب واحد من الثلاثه لو انت مضغوط قوي، لو انت مضغوط جامد قوي تقدر ان انت تسحب واحد مثلا من نكونكو او نيتو وترمي لافيا، تبقى بتلعب ثلاثه في نص الملعب، تقفل تغاشلق نص الملعب زي ما بنقول، تقفله تماما، ما يقدرش لعيبه باريس سان جيرمان ان هم يتحركوا. عندك اكتر من طريقه، عندك اكتر من فكره، عندك اكتر من مشروع تقدر ان انت تعمله في منظومه تشيلسي. فبصراحه انا شايف ان الموضوع خالص مش سهل جدا لباريس سان جيرمان زي ما الناس بتقول. يمكن على الورق زي ما قلت لك، لو انت بتكلمني على الورق وعلى اللي احنا شايفينه اخر فتره، باريس سان جيرمان 80% 20% تشيلسي. انما على ارض الواقع واللي موجود والاداء اللي موجود والمدرب اللي دماغه حلوه زي انزو ماريسكا اللي موجود مع التشيلسي، اللي يعني على مدار سنينه هو دايما مش متوقع، يعني دايما بياخد البطولات اللي هو مش متوقع ان هو ياخدها، دايما بيبقى نازل هو الطرف الاضعف وهو الطرف اللي مش محسوب ان هو ياخد البطوله، وبينزل بياخد البطوله. وشفنا ده في 2 دوري ابطال اوروبا قبل كده، وشفناه في اكتر من بطوله قبل كده. فتشيلسي قدامه فرصه 50% من وجهه نظري، دي وجهه نظري انا. انت طبعا وجهه نظرك هي الاهم، يا ريت تقولها لي تحت في الكومنتات. شايف ان الموضوع بالنسبه لتشيلسي هيكون مستحيل، ولا شايف زي ما انا شايف ان الموضوع ممكن يكون فيه نسبة كبيرة جدا ان تشيلسي يقدر ان هو يفوز بالبطولة دي؟ كده يا جماعة وجهة نظري ما قبل المواجهة ما بين باريس سان جيرمان وتشيلسي. ان شاء الله بقى نستنى الماتش ونتفرج عليه، وبعد كده نعمل حلقة ونتكلم عن المباراة النهائية. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبشكركم جدا وسلام.